السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله نعمل شوربة مكرونة بالفراخ. يعني طريقة سهلة جدا. اول حاجة هحط معلقة سمنة، دي سمنة بلدي يعني معلقة كده. بعد كده ده صدر فرخة، يعني انا مقطعها حتت صغيرة. يعني الفرخة صدر فرخة يعني كبيرة شوية، يعني مش صدر صغير، يعني صدر كبير شوية، مقطعها مكعبات كده. بعد كده ننزل بيه في الحلة كده على نار عالية الصدمة. بعد كده احط ورقتين لورا، فصين حبهان، بعد كده دول نص معلقة فلفل اسود، يعني دول 3 فصوص توم يعني مقطعة او فصين. بقى لحد كده بعد كده يعني لحد ما يتحمروا معانا كده. وبعد كده نحط يعني دي واحدة جزرة وواحدة بطاطس، يعني جزرة متوسطة وبطاطساية متوسطة مقطعة قطع صغيرة. دي بسلة برضو شوية. دي يعني يعني دي بصلة واحدة حمرا، واحدة بيضة صغيرين خالص، يعني اعتبرهم بصلة متوسطة، يعني كانت بصلة متوسطة يعني. ودي برضه واحدة كوسة. يعني الحاجات دي كلها واحدة واحدة واحدة، يعني ما يكونش كتير. دي واحدة طماطم برضه. بعد كده نزود المية، أهم حاجة نكتر المية. يعني المية اللي أنا حطيتها يعني مثلا اعتبريهم كد ملي شوب الخلاط، اللي احنا الشوب بتاع الخلاط ده، اعتبر المية دي كد ملي شوب خلاط. كده احط معلقة كبيرة ملح، نص معلقة كزبرة ناشفة، وبعدين نص معلقة صغيرة برضو كمون. دي مكرونة يعني هحمرهم في معلقة سمن. يعني حمرتهم كده، يعني دول يعتبروا ربع كيلو مكرونة. ربع كيلو مكرونة حمرتهم في معلقة دي السمنة. بعد كده يعني ما تحمرهمش قوي، يعني نص تحميرة كده. بعد كده ننزل بهم على الخضار والفراخ. وهنا بعد ما نهدي عليهم النار بس لحد ما يستوي. اهم حاجة المية تبقى فيهم، يعني متبقاش المية قليلة والمكرونة تشربها يعني. يعني هنا مستوي الخضار مستوي والفراخ مستوية، والخضار ما تحرقش برضه. هنا بعد ما غرفناهم، يعني طريقة صحية وسهلة جدا، يعني ممتازة. يعني أهم حاجة ما نضيفش المكرونة غير لما الفراخ والخضار يكون بيغلوا مع بعضيه 10 دقايق. يعني بعد ما يخلص غليان 10 دقايق كده نضيف المكرونة على نار هادية. أهم حاجة تكون الحلة على نار هادية.